تخيل معايا إن في سنة من السنين مصر كانت على بعد توقيع ممكن يغير شكل علاقتها العسكرية مع أمريكا بالكامل. توقيع كان ممكن يعرضها لعقوبات مباشرة زي ما حصل مع تركيا، ويوقف مساعدات سنوية بقيمة 103 مليار دولار. الصفقة دي اسمها S-400. السؤال بقى، هل مصر فعلا كانت ناوية تشتري أقوى نظام دفاع جوي روسي، ولا كان مجرد ضغط سياسي؟ وليه الموضوع اختفى فجأة؟ وهل قانون كاتسا هو اللي دفن الصفقة، ولا في أسباب أعمق بكتير؟ اللي هنتكلم عنه النهاردة مش مجرد سلاح، إحنا بنتكلم عن معادلة قوة، اقتصاد، علاقات دولية، وأرقام ضخمة بمليارات. وعشان نفهم الصورة كاملة لازم نرجع خطوة ورا ونشوف مصر كانت فين سنة 2013، وروسيا كانت عايزة إيه، وأمريكا كانت بتبص على الموضوع إزاي. الملف ده فيه تفاصيل دقيقة، مدى صواريخ، رادارات بتغطي مئات الكيلومترات، وحسابات سياسية وضغوط أمريكية مباشرة. وكل فقرة جاية هنفككها بالأرقام وبالوقائع ومن غير تهويل. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. من 2014 لحد 2022 مصر وقعت صفقات تسليح بأكتر من 25 مليار دولار حسب تقارير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. تنوعت ما بين فرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا. في نفس الفترة حجم واردات السلاح المصرية زادت بنسبة تقارب 136% مقارنة بالفترة اللي قبلها. ده معناه إن الدولة كانت بتعيد تشكيل عقيدتها التسليحية بالكامل. وسط التحول ده كان طبيعي جدا يظهر اسم S-400 في الصورة. إيه هو نظام S-400؟ وليه بيعمل أزمة عالمية؟ S-400 هو نظام دفاع جوي روسي دخل الخدمة سنة 2007 وبتنتجه شركة ألماز أنتي. النظام قادر يشتبك مع أهداف على مسافة بتوصل ل 400 كيلومتر باستخدام صواريخ N640 وعلى ارتفاع بيوصل ل 30 كيلومتر. الرادار الرئيسي N6E91 بيقدر يكتشف أهداف على مدى يتجاوز 600 كيلومتر. المنظومة الواحدة بتضم عادة 8 قواذف، كل قاذف فيه 4 صواريخ، يعني البطارية الواحدة ممكن تحمل 32 صاروخ جاهز للإطلاق. النظام يقدر يتعامل مع 36 هدف في نفس الوقت ويوجه 72 صاروخ عليهم. ده رقم كبير جدا مقارنة بأنظمة زي باتريوت اللي بيشتبك مع عدد أقل في نفس الوقت. تكلفة البطارية الواحدة بتتراوح ما بين 500 مليون دولار لمليار دولار حسب التكوين وعدد الصواريخ. تركيا دفعت حوالي 2.5 مليار دولار مقابل صفقتها في 2017، والهند وقعت عقد بقيمة 5.5 مليار دولار ل5 بطاريات. الصين كانت أول مشتري أجنبي ودفع حوالي 3 مليار دولار. ليه أمريكا بتعتبره تهديد؟ لأن النظام مش بس بيضرب طيارات، لكنه بيجمع بيانات إلكترونية عن الطيارات اللي بتطير في مجاله. لو دولة عندها F-35 وشغلت جنبها S-400 ممكن الرادارات الروسية تسجل بصمتها الرادارية، وده كان جوهر الأزمة مع تركيا. كمان لازم نفهم إن S-400 جزء من شبكة دفاع جوي روسية متعددة، يعني مش نظام مستقل بس، هو مصمم يشتغل مع S-300 والبانتسر وأنظمة قصيرة المدى لتكوين مظلة كاملة. وده بيخليه جذاب لأي دولة عايزة تحمي أجواءها ضد صواريخ كروز أو طيارات شبح أو حتى صواريخ باليستية قصيرة المدى. مصر بعد 2013. بعد 2013 العلاقات بين القاهرة وواشنطن شهدت توتر ملحوظ. في 2014 الولايات المتحدة علقت تسليم بعض المعدات العسكرية مؤقتا، منها طيارات F-16 وصواريخ هيل فاير قبل ما تستأنفها لاحقا. الحدث ده كان جرس إنذار للمؤسسة العسكرية المصرية، لأن الجيش المصري بيعتمد بنسبة كبيرة على المعدات الأمريكية من الثمانينات، خصوصاً دبابات أبرامز M1A1 وطائرات F-16 اللي عددها بيتجاوز 200 طيارة. في الفترة من 2014 ل 2019 مصر وقعت صفقات مع فرنسا بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، شملت 24 مقاتلة رافال في البداية وفرقاطات فريم وحملتي المروحيات مسترال. مع ألمانيا تم التعاقد على غواصات تايب 209 بقيمة تقارب 2 مليار دولار، ومع روسيا ظهرت صفقات ميج 29 وعددها حوالي 46 طيارة ومروحيات KA-52.
تنوع السلاح كان هدفه تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وده مفهوم استراتيجياً، لأن أي عقوبات أو خلاف سياسي ممكن يعطل قطع الغيار أو الذخائر. كمان لازم ناخد في الاعتبار إن الإنفاق العسكري المصري حسب تقديرات 2022 وصل لحوالي 4.5 مليار دولار سنوياً، لكن الرقم الحقيقي ممكن يكون أعلى نظراً لعدم الشفافية الكاملة في الميزانية. يعني الدولة كان عندها قدرة تمويلية لصفقات كبيرة، خاصة مع تسهيلات سداد على سنوات. في السياق ده، فكرة إضافة نظام دفاع جوي بعيد المدى زي S-400 كانت منطقية جداً ضمن خطة تنويع المصادر، لكن السؤال، هل كان ضرورة عسكرية ملحة ولا خطوة سياسية لإرسال رسالة لواشنطن؟ هل كان في عرض رسمي من روسيا؟ مفيش بيان رسمي مصري أو روسي أعلن عن توقيع عقد S-400، لكن في 2019 تقارير إعلامية أمريكية نقلت عن مسؤولين في الكونجرس إن مصر كانت في مفاوضات متقدمة بشأن شراء مقاتلات السخوي 35 بقيمة تقارب 2 مليار دولار. لو كانت صفقة السخوي 35 بالفعل على الطاولة، فمن الطبيعي إن الحديث يمتد لمنظومات دفاع جوي مكملة، لأن أي عقيدة جوية حديثة بتعتمد على تكامل الطيران مع الدفاع الأرضي. روسيا كانت مهتمة جدا بالسوق المصري، لأن مصر أكبر جيش عربي وموقعها الجغرافي بيدي موسكو موطئ قدم استراتيجي في شرق المتوسط. بعد تدخل روسيا في سوريا سنة 2015 أصبحت عندها قاعدة جوية في حميم وقاعدة بحرية في طرطوس. وجود صفقات ضخمة مع مصر كان هيعزز النفوذ ده. في نفس الوقت مفيش وثائق مسربة أو أرقام رسمية بتؤكد وجود عقد، كل اللي اتقال كان مباحثات أو اهتمام، وده فرق كبير بين نية الشراء والتوقيع الفعلي. لازم كمان نفهم إن صفقات الدفاع الجوي الضخمة عادة بتاخد سنوات تفاوض وتجارب وتقييمات فنية ودراسات دمج مع الشبكة القائمة. يعني لو كان في عرض رسمي كان المفروض تظهر إشارات تدريب أطقم أو بنية تحتية جديدة، وده ما ظهرش بشكل واضح. قانون كاتسا، العصا الأمريكية. قانون كاتسا صدر سنة 2017 وهدفه معاقبة الدول اللي بتتعامل عسكريا مع روسيا. العقوبات ممكن تشمل تجميد أصول، حظر تصدير تكنولوجيا، منع قروض من مؤسسات مالية دولية، وحتى عقوبات على أفراد. تركيا كانت المثال الأوضح. بعد استلام أول دفعة من S-400 في يوليو 2019 الولايات المتحدة استبعدتها من برنامج F-35 رغم إنها كانت شريك صناعي فيه، واستثمرت حوالي 1.4 مليار دولار. كمان تم فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية. لو مصر اشترت S-400 كانت هتواجه خطر فقدان المساعدات الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً. ده غير صيانة أسطول F-16 وقطع غيار الأباتشي وأنظمة الاتصالات. اقتصادياً في 2019 كان الدين الخارجي لمصر بيتجاوز 100 مليار دولار، ومع ضغوط العملة والتضخم أي عقوبات كانت هتزود العبء. عشان كده لو كان في نية جدية لشراء S-400 فكلفة العقوبات المحتملة كانت ضخمة جداً، ومصر مش في وضع يسمح لها بمغامرة بالحجم ده. هل في بديل دخل الخدمة في مصر؟ تقارير غربية أشارت إن مصر حصلت على S-300 VM. النظام ده مداه حوالي من 200 ل 250 كيلومتر، ومصمم لاعتراض صواريخ باليستية بسرعة بتوصل ل 4500 متر في الثانية. الفرق بينه وبين S-400 إن الأخير عنده مدى أطول وتكنولوجيا أحدث، لكن S-300 VM مازال قوي جدا. البطارية الواحدة تقدر تتتبع 100 هدف وتشتبك مع 24 في وقت واحد. مصر كمان بتشغل باق M2E بمدى حوالي 45 كيلومتر. تخيل معايا عربية ماشية بسرعة 65 كيلومتر في الساعة، شايلة منظومة صواريخ قادرة ترصد وتضرب طيارات على بعد 45 كيلومتر. دي ميزة رهيبة لأنها متحركة وبتغير مكانها. المنظومة دي مصممة خصيصاً للتعامل مع الطائرات والمروحيات والصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار. رادارها بيقدر يكشف الأهداف على ارتفاعات مختلفة، وكمان تقدر تشتبك مع أكتر من هدف في نفس اللحظة. وتور M2 بمدى 15 كيلومتر تقريباً. ده قناص الطيارات الصغيرة والمسيرات، بيقدر يتعامل مع 10 أهداف مرة واحدة ويضربهم بدقة شديدة. المنظومة دي قادرة على التحرك في كل الظروف الجوية، وتقدر تشتغل بشكل مستقل أو ضمن شبكة أكبر. سرعتها في رد الفعل كبيرة جدا. المنظومة دي ليها ميزة إنها محمولة على مدرعات ثقيلة ومزودة ب4 رادارات بيشتغلوا مع بعض علشان يغطوا كل الاتجاهات. بتقدر تتعامل مع صواريخ كروز والطائرات بدون طيار والقنابل الذكية وأي تهديد سريع، وبتقدر تشتغل بشكل مستقل تماماً من غير ما تعتمد على أوامر من شبكة أكبر. بانثر S-1 منظومة متخصصة في حماية القواعد والمنشآت من الهجمات الجوية والمسيرات اللي بتطير واطي، بتضرب أهداف قريبة جداً. بيتميز البانثر إنه بيجمع بين المدافع الرشاشة والصواريخ، يعني عنده قدرة عالية في التعامل مع الأهداف القريبة والسريعة. كمان بيقدر يتحرك بسرعة وبيغير مكانه بسهولة. بيقدر كمان يشتبك مع أكتر من هدف في نفس اللحظة، وده بيديله ميزة إنه يكون خط الدفاع الأخير عن المواقع الحساسة.
IRIS-T الألماني، واحد من أحدث الأنظمة الأوروبية، منظومة حديثة جدا ودقيقة وسريعة، بتتعامل مع الأهداف الجوية بمنتهى الدقة، وبتشتغل مع الرادار الفرنسي GM 400. المنظومة دي من أفضل المنظومات الأوروبية، وبتقدر تصيب أهداف على ارتفاعات مختلفة وسرعات عالية، وكمان بتتميز بمرونة التشغيل وسهولة الاندماج مع أنظمة رادارية مختلفة. الصواريخ بتاعتها بتقدر تغير مسارها بعد الإطلاق، وبتستخدم تقنية التوجيه الحراري الذكي لملاحقة الأهداف في أصعب الظروف. أكاش الهندي، منظومة دفاع قصيرة إلى متوسطة المدى، بتقدر تصيب أهداف على مسافة 30 كيلومتر وارتفاع 18 كيلومتر، سريعة وبتتعامل مع التهديدات قبل ما تقرب. هي منظومة محمولة على شاحنات ثقيلة، وقادرة على إطلاق عدة صواريخ في وقت واحد، ومزودة برادارات قوية بتكشف الأهداف وتتبعها بدقة. صواريخ سترينجر الأمريكية، دي الصواريخ اللي الجنود بيشيلوها على الكتف، مهمتها تضرب الطيارات اللي بتحاول تطير واطي علشان تهرب من الرادارات. الستينجر خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، ومداها بيوصل لحوالي 5 كيلومتر، وبتشتغل بأنظمة توجيه حرارية بتقفل على العدم الحراري للطائرات. دي أهم المنظومات المعلنة اللي عندنا، وما خفي كان أعظم. يعني عندها طبقات دفاع قصيرة ومتوسطة وبعيدة. الشبكة المتعددة الطبقات بتخلي فكرة الحاجة العاجلة لإس 400 أقل إلحاح، خصوصاً إن التهديدات المباشرة لمصر في الوقت الحالي ما بتشملش صواريخ عبر القارات أو طائرات شبحية بأعداد كبيرة. كمان في احتمال إن مصر فضلت تطور أنظمة القيادة والسيطرة C4I لدمج كل المنظومات دي في شبكة واحدة، بدل ما تدخل نظام جديد ممكن يسبب مشاكل سياسية. الحسابات السياسية، ليه الصفقة اختفت؟ السياسة مش أبيض أو أسود. مصر بتحاول تمشي على حبل رفيع بين موسكو وواشنطن. روسيا شريك مهم في مجالات الطاقة والسلاح، وأمريكا شريك استراتيجي تاريخي. في 2022 مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أي صفقة سلاح مع روسيا بقت أكتر حساسية. العقوبات الغربية توسعت، والبنوك الروسية خرجت من نظام سويفت جزئياً، وده صعب التمويل والتأمين. كمان لازم نفتكر إن مصر حصلت على مقاتلات رافال إضافية في 2021 بتمويل طويل الأجل، يعني العلاقات العسكرية مع أوروبا وأمريكا كانت مستمرة. في النهاية يبدو أن القرار كان براجماتي. الحفاظ على التوازن أهم من الدخول في مواجهة مباشرة بسبب نظام سلاح واحد مهما كانت قوته. في النهاية، هل مصر طلبت إس 400 رسمياً؟ مفيش دليل قاطع. هل كان في اهتمام؟ غالباً نعم. هل كانت لعب دور؟ بنسبة كبيرة جداً. هل في بديل؟ أيوة. شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات بالفعل موجودة. القصة دي بتورينا إن صفقات السلاح مش مجرد أرقام ومدى صواريخ، دي لعبة توازنات. قرار واحد ممكن يكلف مليارات أو يحمي تحالفات عمرها عقود. السؤال اللي يفضل مفتوح، لو الظروف اتغيرت، هل ممكن الملف يتفتح تاني؟ ولا الصفحة اتقفلت للأبد؟ القرار دايماً مش عسكري بس، القرار سياسي قبل أي حاجة. بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار.